السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني قوي قوي، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الغدا ايه النهارده. احنا جت لنا بطه متينه، عملنا عليها محشي كوسه وفلفل، وعملنا كرنبايه ديت قست معايا، وعملنا جلاش بالجبن ورز وملوخيه. ظبطنا الدنيا، بس البط يحضر، كل حاجه بتحضر معاه. طبعا الخلطه بتاعتنا التحفه، قطعنا البصل وحطينا الزيت وحطينا ملح فلفل بهارات بابريكا، قرفه، كزبره، كل ده على الخلطه. نسلق الكرنب، انتوا مش هتصدقوا الكرنبايه قد ايه، الكرنبايه قد الكابوتشا، بس قضت الغرض. المحشي كان عسل عسل والله العظيم، مفيش احلى من اكل البيت. ربنا يديكم الصحه يا رب، ودايما تبقوا واقفين كده منورين في المطبخ. بس هنا حطينا البهارات اهو. طبعا انا مسبكه قوطه عشان خاطر ايه، القوطه مستويه، فانا سويت البصل شويه عشان طعمه ما يبقاش باين في المحشي. وحطيت اهو الصلصه، يا دوبك بس هتفك كده من التلج، تغلي غلوه واقفل عليها على طول. بس هنا طبعا ايه الميه بتاعت البطه، حطيت الميه وحطيت فيها بصلايه حلوه وايه، وحطيت البطايه. احط بقى فيها ملح وفلفل، حبهان، وشويه كزبره، بس كده. الحبهان مطحون مش خشن. وهنا معانا الملوخيه بقى الفريش اللي ملهاش حل. بصوا الجمال والحلاوه، والله العظيم الملوخيه دي لو عملتها كل يوم جنب الاكل بيحبوها. في حاجات كده الواحد ما بيزهقش منها. خلاص هنا بقى ايه، انا حضرت الخلطه اهو، وادي الورق الكرنب والكوسه قورتها، وهنقطع الخضره. بصوا حبه خضره قد ايه، بس ريحتهم كانت رهيبه. واحده كزبره وواحده شبت. انا طبعا حضرنا اهوت الجبن زي ما انتم شايفين، شويه الزيتون والفلفل. وخلاص كده، انا بس بجيب لكم الشكل عشان انتوا طبعا شفتوا معايا صينيه الجلاش بالجبن كذا مره. احط من على الوش كده حبه البركه، بتديها طعم وتحفه وريحه كمان. طبعا عملت البضايه بالكوبايه اللبن، بس انا مولعه الفرن على درجه حراره 200، وفي النص الصينيه كده على طول. خلاص الاكل ده كله مخدش ساعه ونص. انا هنا حضرت الخلطه، هنحشي بقى. كان عندي كيلو كوسه قورته وربع كيلو فلفل، وادي الملوخيه وادي الخلطه. المحشي كان فاضل شويه ورق اخضر، حشيتهم من على الوش. الورق الاخضر ده بقى ايه، ما بيستوي كويس بيبقى انا بحبه، انا بقى اول ما بيستوي بشيلهم كده باكلهم على طول. خلاص هنا اهو، وادي الكوسه حط لها الشوربه بتاعتها. خلاص بصوا يا جماعه، الاكل ده اكل البيت مفيش احلى منه. يعني اي حاجه ممكن تعمليها في البيت لو انتي حابه تشتري صحتك وتوفري فلوسك وكل حاجه ونظافه، كل حاجه من البيت. ادي الملوخيه اهي، احلى ملوخيه، بعشق الملوخيه الخضراء. بس ده كان شكل الاكل. بألف هنا وشفا على قلبكم يا رب. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.